السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عمر مانشستر. النهاردة فيديو جديد وبس مش هيكون لألعاب الرعب، لا النهاردة هيكون عن لعبة الدوري المصري 2005 الأهلي والزمالك. القناة دي إن شاء الله هتكون مخصصة لبقية الفيديو جيمز. عندنا القناة التانية لو انتوا مش متابعيني هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن. القناة التانية دي عن ألعاب الرعب. النهاردة هبدأ معاكم مهنة مدرب نادي الأهلي في دوري 2005 الأهلي والزمالك بقى أيام جيل التقيل أبو تريكة بقى وجمال حمزة وحازم إمام. لكن ما تنسوش طبعا تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد وننزل معاكم باستمرار. اللعبة هي عليها طبعا الزئبقي محمد بركات. طيب يا شباب، معانا اول مباراه في الموسم هي ضد الاسماعيلي. مباراه صعبه طبعا، الاسماعيلي كان جيل تقيل ساعتها، افتكر منه عبد الله السعيد بقى ومحمد فضل وعبد الله الشحات. بتفرج زمان في فتره من اول 2010 وكده، فاللعيبه القديمه دي برده فاكر منها شويه وكنت بتفرج على ماتشات قديمه برده. ده الكالندر بتاعنا اهو. طبعا دوري مصري وكاس مصر موسم كامل، الاسماعيلي المصري البورسعيدي، جدول تقيل قوي. عندنا الزمالك اول ماتش في كاس مصر الزمالك، بدايه صعبه جدا في البطوله، ولكن خد احنا النادي الاهلي يعني اتمنى يكون على قدر توقعات الجماهير كلها واحقق موسم عظيم مع الجماهير زي ما جوزيه كان بيعمل. ماشي، دي التشكيله اهي. بص التشكيلات هنا، اللعبه قديمه. عصام الحضري حراسه المرمى، وائل جمعه، عماد النحاس، باك شمال جilberto، اتنين في خط نص محمد شوقي وحسام عاشور. احط حسام عاشور، حسن مصطفى وطلعه، خلي بركات وابو تريكه هما الوينجرز، عماد متعب المهاجم، ونحط مين؟ فلافيو بره كمان، واسامه حسني وخالد بيبو وائل رياض. لعبه الاهلي كان جيل تقيل قوي بصراحه. يلا بينا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. اول مباراه في الاسماعيليه خارج ارضنا. طبعا الاسماعيلي في الاسماعيليه كان فريق مرعب، جماهير عريقه وعريضه. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه الموسم الجديد اهو. فلافيو ضاغط من البدايه. ايوه، حلوه حلوه حلوه. حسني عبد ربه منطلق منطلق. ماشي. وائل جمعه بقى كان ايه، لسه اقرع زي ما هو اهو. وجilberto برضو، عاشور وفلافيو ومتعب بقى كان لسه بخيره. ايوه هي ها ماشي. محمد حمص انقذ الفرصه والراجل ما اداش كورنر، اداها ضربه مرمى. ماتش شكله حلو قوي، هما بيلعبوا على الكرات الطويله زي ما انا شايف كده. وائل جمعه وعماد النحاس. ماشي، بركات بيجري على الطرف، بنحرك احنا بركات على الطرف. عايزينه يخش يرفع واحده كويسه. ده شوقي بقى، شوقي ماشي، طويله المتعب وبعيده. سايت على فلافيو. سيد معوض. حلوه الضغط من بركات. بركات بيضغط حلو قوي على فكره، وهو كان كده في الواقع يعني. دي حاجه برضو اهو. بركات 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 بركات. ماشي. فلافيو حلوه. فلافيو لبركات جول جول جول. اول هدف في الموسم. الزئبقي بركات بركات بركات. هو الزئبقي هو بيرد بقى على جماهير الاسماعيلي اللي شتمته لانه فضل النادي الاهلي. والراجل بصراحه بدايه قويه قوي للاهلاويه، وهدف اول في الموسم. محمد بركات الزئبقي ركنها حلوه 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 حلوه. طبعا الاسماعيلي مش هيسكت، الملعب في الاسماعيليه بقى هيكسروا الملعب علينا، مش هيخلونا نعرف نروح. ماشي. متعب حلوه جول. كانت هتقع، وقعت من ايديه الحارس محمد عبد الله باين، مش فاكر مين ده بصراحه. لكن ماتش احنا مسيطرين كويس. هم لسه ما الاسماعيلي لسه ما كشرش عن انيابه يعني. ماتش سهل لحد دلوقتي. عايزين نضيف هدف تاني عشان نأمن النتيجة. الماتش في الإسماعيلية برضو مش سهل. عايزين نفضل نحاول نسيطر على المباراة بأكتر طريقة ممكنة عشان ما يرجعوش. بركات بصوا بيقوم الدور الدفاع حلو قوي. فاول معاه حق. حسام عاشور مطلعين الحارس يلعبها. ايه يا عم هتعمل ايه؟ يا نهار اسود، والله شوطها حلو. كان هيبغتنا الراجل. صفر نهاية الشوط الأول 1-0 بهدف للزئبقي بركات. هبقى بفكر انزل حسن مصطفى. شوقي حاسه بطيء. حسن مصطفى يدينا سرعة شوية في خط النص. عندنا اسامه حسني بره وخالد بيبو، مش هنزلهم دلوقتي، نستنى على فلافيو متعب شوية. طبعا احمد حسن ده مش احمد حسن العميد، احمد حسن ده كان واحد كان اسمه احمد حسن استاكوزا باين، مش فاكر قوي. عبد الوهاب الله يرحمه عارفه، واحمد السيد شادي محمد. ماشي.
وعندنا وائل رياض والله ممكن نستخدمه كده في اخر الشوط ولا حاجه. جilberto سريع والله، جilberto بيجري حلو قوي. حلوه لفلافيو. فلافيو كان في بينهم دويتو حلو قوي زمان. جilberto وفلافيو كانوا حافظين بعض كويس قوي، ولكن ما نزلتش على دماغ فلافيو كويس. حلوه يا متعب، حلوه لتريكا. تريكا هتعمل ايه؟ تريكا هتشوت. حلوه. حسن مصطفى بيجري كويس. حلوه يا حسن لمتعب. بركات يا بركات. افتكرته متعب، بس بركات هو اللي عمل التعب كله. حسام عاشور. فلافيو. متعب يلا يا متعب ورينا حاجه. ماشي. حلوه اللمه قوي. وفلافيو وجول. يا الدفاع طلعها. لسه بيشتت الاسماعيلي. طبعا المرتدات دي خطيره قوي على فكره. المساحات اللي بتتساب دي، مش عارف هل انزل مثلا وائل رياض مكان مين. ابو تريكه مش عاجبني قوي النهارده. وعندنا بلال بره برضو. خلينا نجرب احمد بلال كده، كانوا مسمينه احمد اجوان زمان. كل اللعيبه عندي سواسيه، اللي بيبدا هو احسن واحد. ماشي. بص حلوه قوي. ماشي. حارس مسكها. دقيقه 80. عايزين نحاول نحافظ على النتيجه. ماشي. عايزين نحاول نحافظ على النتيجه وما يهاجموا جامد. نركز في الحاجات الاخيره دي. حسن مصطفى طوح الكوره لاحمد بلال. احمد اجوال بقى زي ما كانوا مسمينه. مفيش حاجه يا راجل. الاسماعيلي ابتدى يضغط في الاخر كده. حلوه قدام قوي المتعب. حلوه قوي. يلا يا متعب، حاجه يا متعب. طب ايه؟ ما فيهاش حاجه، لكن عداها الراجل ما بيصفرش باين. نسي الصفاره ولا ايه؟ الحمد لله انتهت 1-0. فوز كبير طبعا من الاسماعيليه. وانا قلت لكم ماتش صعب. ملعب الاسماعيليه مش ملعب سهل، لكن الحمد لله الدنيا عدت اهي وكسبنا 1-0 بهدف الزئبقي بركات. وبدايه مبشره ليا كمدرب مع النادي الاهلي. الماتش الجاي عندنا في القاهره ضد المصري البورسعيدي. ده عندهم حسام حسن قدام وعلاء ابراهيم. يا نهار اسود، ده فريق تقيل قوي. وحسام عبد العال. اللعيبه دي على فكره انا عارفها. وسمير كمونه واحمد زغلول ونادر سيد الحارس. مش فريق سهل على فكره. وكوتي منساه. ده الله الدوري المصري بصراحه كان ممتع، وكان دوري صعب. انتوا فاكرين الاغنيه دي كانت الميوزك دي كانت بتشتغل في الدوري المصري زمان على فكره. ماشي. تعالوا نبدا كده. استاد القاهره، ماتش جديد ضد المصري البورسعيدي. اخواتنا البورسعيديه. ماتش مش سهل. عندهم حسام حسن قدام. قلنا لكم اجيال نجوم تقيله بصراحه. بركات بقى ايه اكتر واحد شغال في الفريق بصراحه. متعب حلو قوي. قطعها في مكان حلو. متعب وبصاها واسيست جول. مين هو؟ بركات عملها الزئبقي مره تانية. الراجل ما شاء الله يعني. الراجل كان في البرايم بتاعه. محمد بركات الزئبقي. هدف. وبصوا اسيست جميل. كان هيبقى اسيست حلو من متعب. وابو تريكه شاطها وصدها نادر السيد ويكملها بركات. ملك الحركات. متعب يا حلوه. نادر السيد صدها حلو. كان حارس تقيل برضو. صدها حلو قوي. حسام حسن خلي بالكم من حسام، كان لعيب خطير قوي حسام حسن. هم هيلعبوا عليه بقى. يقعدوا يلعبوا له بلالين قدام كده ويدافعوا طول الماتش. بصوا اهي زي ما قلت لكم دماغه يعني. حسام حسن دماغه دي كانت ايه؟ الكرة بتلمس دماغه في ال90 على طول. اتحاد والزمالك الماتش هيتلعب بالليل. حتى المذيع بيقول الدفاع صعب قوي، الاختراق مقفلين قوي. فلافيو يلا يا فلافيو. التاني هو التاني اهلاوي. الفرق بتقفل كويس قوي في اللعبه. مش سهل انك تجيب اهداف كتير يعني، ودي حاجه كويسه مخليه اللعبه واقعيه برضو. وائل رياض هتعمل ايه يا شيتوس؟ وائل شيتوس ده حلوه. متعب فلافيو يا حلوه. الجماهير صوتها عالي معانا اهو.
شوقي. حلوه يا فلافي، عدى الفلافي، يلا يا فلافي جون. ياه، هي خبطت في المدافع، كانت ممكن تغير اتجاه وتخش، ولكن حظ سيء قوي يا فلافيو. بيجري في فدان لوحده حسام عبد العال. فاول ماشي. حسام عاشور بتاع الفاولات ده، حسام عاشور بيعمل فاول كتير. لا لا، الحاجات دي بتوقع قلب الواحد. نزل بقى أسامة حسني كده مكان متعب شوية نريحه، الماتش بقى سهل. وحسن مصطفى بدل شوقي. الشيخ أسامة نازل اهو. الدوري ده عشان تكسبه بالصعوبة دي محتاجين شيخ فعلا. حلوة ماشي. بركات يا عم حاسب، الراجل واقف في الطريق. حاسب اكوتي منسى ده رجليه تقيلة، كانت رجليه تقيلة اكوتي منسى ده. حاسب الحمد لله. أسامة يلا يا فلافيو لوحدك، انت والجون انت والجون. ايوه حلوة 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 يا فلافيو، حلوة. لم الحارس نادر السيد وحطها. الهدف الثالث اهلاوية. واتمنى جماهير الاهلي يعني بوعدكم دي بس البداية، وهتشوفوا اجمل من كده كمان ان شاء الله. حاسب بقى حسام حسن، حاسب حضري. وتنتهي المباراة الفوز الثاني في المباراة الثانية في الموسم ضد المصري 3-0، وبداية بصراحة مشرقة مع النادي الأهلي. وأتمنى أكون على قدر طموح الأهلاوية كلهم. إحنا المركز الثالث الأهلاوية طبعا، فرق الأهداف عامل لئيم بالأول، لئيم بشكله بقى إيه، داخل لنا الموسم بطوله. والزمالك خسر، الزمالك مركز السابع خسر وفاز ماتش. عندنا الماتش الجاي للكرومه هيكون الحلقه الجايه ان شاء الله. كده يا جماعه تكون دي اول حلقه من مهنه تدريب النادي الاهلي الدوري المصري 2005. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم، لكن ما تنسوناش انتوا بس باللايك والسبسكرايب عشان نكمل معاكم حلقات الماستر ليج بالنادي الاهلي. وزي ما قلت لكم في الاول هسيب لكم تحت في الديسكريبشن لينك قناه العاب الرعب عالم الرعب مع عمر مانشستر، روحوا اشتركوا فيها عشان تشوفوا كل جديد ان شاء الله. بحبكم في الله، السلام عليكم.